ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند محمد على قناه حياتك احلى من هند محمد. هنعمل معاكم النهارده بطاطس بيوريه بطريقه مميزه وطعمها اكتر من الرائع. هنحتاج نص كيلو من البطاطس معاهم مكعب جبنه نستو. لو هتستخدمي كيلو من البطاطس هتستخدمي معاها 2 مكعب جبنه نستو وضعف كل المقادير اللي مستخدماها. معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من بهارات الدجاج ودي اختياري بس هي بتدي البطاطس البيوريه طعم مميز. معلقه كبيره من خل وربع فنجان صغير من اللبن سواء خالي الدسم او كامل الدسم. انا مستخدمه لبن خالي الدسم. لو هتستخدمي لبن بودره معلقه صغيره من لبن بودره على ربع فنجان صغير من ميه وتدويهم مع بعض. كده مقاديرك قدامك، يلا بينا نبدأ في الوصفة. يلا هنقطع البطاطس قطع. تمام. وهنجيب حلة نحط فيها البطاطس المتقطعة وهننزل عليها بمعلقة كبيرة من الخل ومعلقة صغيرة من الملح، وهننزل عليهم بمية مغلية يا دوبك تغطي كمية البطاطس، وهسيبها تتسلق نص سلقة تشرب نص كمية المية، وهزودها مية مغلية تاني برضو تغطي كمية البطاطس، واسيبها تتسلق سلقة كاملة تشرب كل كمية المية ما عدا مية صغيره كده في اخر كده الحله عشان البطاطس ما تلزقش من تحت. مهمه قوي النقطه دي. جيت زودتها ميه، اقفل عليها واسيبها تتسلق نص سلقه، وازودها ميه تاني واسيبها تتسلق سلقه كامله وتشرب كل كميه الميه ما عدا ميه صغيره في القعر. وبعد كده هجيب بقى طبق كبير استانلس واحط فيه البطاطس بالميه بتاعتها، الميه الصغيره دي احطها واحط عليه مكعب جبنه نستو وربع فنجان صغير من اللبن. تمام. واهرس كل المكونات مع بعض. كده هرستها، هنزل عليها بقى بنص معلقه صغيره من بهارات الدجاج، وهرسها هرس كامل لحد لما يبقى القوام بتاعها كده كريمي. اهو بصوا القوام بتاعها كده كريمي. اهو ده القوام اللي انا عايزاه. ده شكلها بعد التقديم. ممكن بقى تعمليها سندوتشات ساده. تمام. ممكن تعمليها سندوتشات وتحطي عليها بيض مسلوق. ممكن تحطيها في خلطه البشاميل، بتدي البشاميل طعم جميل جدا. ان شاء الله تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. وصفه طعمها جميل، صحيه. ان شاء الله تجربوها تعجبكم. لو عجبكم الوصفه لايك واشترك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.